اول 5 دقايق بعد الموت القلب بيقف، المخ بيموت. بس خلي بالك المخ مش بيموت كله مرة واحدة، بعض الخلايا بتفضل عايشة شوية وبعدها بتفضل تموت بس بالراحة، ببطء. بعد حوالي ساعتين الجسم بيبدأ يدخل في حالة اسمها التيبس، يعني العضلات بتتخشب والعيون بتغرق لجوه كده. واحد يقول لي بتغرق ازاي يعني؟ اقول له يا عم بتدخل لجوه، ما تصحصح معايا شويه. بعد 12 ساعه الدم بيتجمع في الجزء الاسفل من الجسم ويبدا اللون الازرق ده او البنفسجي شويه يظهر على الجلد. اليوم التاني بقى الغازات بتبدا تتجمع في البطن، وطبعا احنا عارفين ان هي جايه منين، جايه من البكتيريا. وخلي بالك الجسم بقى في الوقت ده بيبدأ انه ينتفخ. اليوم التالت او الرابع بالتحديد الجلد بيبدأ انه يتقشر، طبعا بعد ما يتقشر الريحة بتبدأ انها تطلع. طبعا احنا عارفين ريحة الحاجة لما بتكون ميتة، اكيد لاحظت بعض الحاجات يعني. طبعا العلماء بيقولوا ان الجسم ممكن يتحلل كامل خلال اسابيع الا في ظروف معينة، يعني طبعا لو حطيته في درجة حرارة باردة جدا يعني تحت الصفر، زي مثلا لما حد بيموت بطريقة معينة وبيروح المشرح، او التحنيط اللي طبعا الفراعنة كانوا شاطرين فيه جدا. بس احنا لسه برضو ما وصلناش الحتة دي. فلو الفيديو عجبك طبعا انت عارف هتعمل ايه.